ايوه زي ما انتوا قريتوا في البوست، بلبن مش غلطان، انتوا اللي غلطانين. اقول لكم ليه؟ لان احنا بقالنا يومين طالعه حمله ممنهجه على محلات بلبن، وبتتكلم ان ازاي المنتجات بتاعته اساميها كلها فيها ايحائيات وملهاش اي ستين لازمه. امين امين. لكن بلبن لما اول ما طلع علينا اختار الدعايه اللي هي بتعمل اثاره وبلبله، من اول ما اختار اسم المحلات نفسها لغايه المنتجات. وجايين دلوقتي نقول هو بيختار الاسامي دي ليه؟ اقول لكم بيختارها ليه؟ لانه بيشتغل بمنتهى البساطه على مجتمع بقى هو ده الذوق العام بتاعه. وقبليه اتوال لما عمل الحمله بتاعته، ولسه هتلاقي كتير. لان بمنتهى البساطه يا جماعه الخير، لما سيادتك وسيادتك لما تلاقوا محتوى وحش بنابع الفضول تروحوا تتفرجوا عليه وترفعوا له من نسبه المشاهده والريتش ويبقى في السماء، وتيجوا على اي حد بيقدم خير يا دوبك تتفرجوا على الفيديو من بعيد لبعيد، ولو عملت له لايك يبقى كتر خيركم. ونقعد نقول ايه اللي حصل للمجتمع؟ ما هو احنا اللي بايدينا عملنا كده في نفسينا، احنا اللي بايدينا خلينا المجتمع بقى عبيط. مجتمع ما عندوش اي مشاكل عشان يجيب فلوس. بقينا نشوف الناس دي وندعمهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ونرجع نقول ايه ده احنا حزنانين. يا جماعة طب ما تخليكم انتوا ايجابيين. يوم ما تلاقوا حد بيقدم محتوى محترم او بيتكلم في القيم والمبادئ والدين، شيروا له. بلاش الاسلوب بتاع المشاهد اللي قاعد في صمت يتفرج ويتصعب من بعيد. ما هي حرب نفسية وحرب فكرية وإعلامية علينا وعلى أجيالنا اللي طالعة من بعدينا. يوم ما تلاقوا حاجة وحشة اجري بسرعة وسكرول، ما تقفش عليها، ما تجيبلهاش مشاهدة وتعللها الريتش ونقول ايه ده الناس الوحشين ليه وسطينا بقوا منتشرين. غير من تفاعلك عشان المجتمع ينضف شوية، واللي زي بلبن يقدر يعمل لنا منتجات بأسامي تبقى محترمة شويتين. مش كده ولا ايه؟ ربنا يهديني ويهديكم ويصلح حال المجتمع، ونبقى واعيين ضد اي مخطط بيتعمل عشان يهدم كل حاجة حلوة وثوابت في دماغ البني ادمين. السلام عليكم. تتمسوا بالعافية.